عارفين الناس اللي دايما عندها ظن بالسوء؟ الناس دي دايما مهما تعمل لها، مهما تقف معاها في مواقف حلوة، مواقف وحشة، تقف لها في فرحها وتقف لها في حزنها، دايما هتلاقيها ظن عنك ظن سوء. سواء بقى تقولك ده باصص لي بالحسد، سواء ده عمل لي، ده سوالي، ده هو اي ظن سوء خلاص. دايما محولة مواقفك الحلوة لظن بالسوء، مواقفك الوحشة لظن بالسوء. بتظن فيك في اي حاجه انت بتعملها، في اي تصرف انت بتتصرفه، في اي فعل انت بتفعله. انت بتتصرف التصرف الفلاني عشان تخلي الناس تقول عليك كذا وكذا وكذا، وان انت حلو، وان انت بتتصرف التصرف العلاني علشان انت قصدك كذا وكذا وكذا وكذا. الناس دي دايما هتفضل تبرر لها ان والله انا ما قصدي، والله انا ما عملت كده، والله انا. مهما تفضل تبرر لها، هي عندها اساسا اسلوب الشك في الناس كله والظن بالسوء في الناس كله. فمهما تتعامل معاها بالحلو او بالوحش او ترد لها افعالها او فانت بداخلها هتفضل وحش، وكل الناس هتفضل في صورتها او في دماغها هيفضلوا وحشين. الناس دي اساسا بتكون من جوه نفسيتها اساسا بتكون بتعامل الناس لمصلحتها، بتعامل الناس لغرض منها. دايما بتعامل الناس يعني انا بحبك عشان خاطر ليا مصلحة عندك. انا هعمل الحاجة الفلانية لفلان، او هقبل الحاجة الفلانية من فلان عشان في حاجة في دماغي انا عايز اوصل لها. فهي بتتعامل مع الناس على المنطق ده. الناس دي مهما تعمل معاها، مهما تبرر لها، مهما تقول لها، هي اللي في دماغها في دماغها، اللي هي عايز تفهمه بتفهمه. غير كده هي ما بتفهمش، غير كده هي ما بتحاولش ان هي تكون صافية من جواها. فالناس دي من الافضل لك انك انت ما تتعاملش معاها او تتعامل معاها على حياد، لان الناس دي مرهقة جدا في تعاملها، ودايما هتخليك متوتر، ودايما هتخليك في محطة تبريرات ملهاش لازمة. فزي ما هي محطة التبريرات ملهاش لازمة، يبقى ملهاش لازمة التعامل من الاصل مع الاشكال دي. ولو انت اتحطيت في موقف انك انت لازم تتعامل معاها علشان خاطر انت مضطر انك انت تتعامل معاها، فتعامل بكل حيادية، وسيبه يفتكر اللي يفتكر. يفتكر انت وحش، يفتكر انت حلو، يفتكر انت بتعمل كده عشان خاطر فلان، يفتكر انت بتعمل كده عشان خاطر علان. ما تبررلوش وما تركزش معاه. سيب اللي يفتكر حلو يفتكر، واللي يفتكر الوحش يفتكر. وبكرة الحقيقة هتظهر مين الحلو من مين الوحش.